أعزائنا الزمهلوية والزمهلويات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وفيديو جديد. في بداية الفيديو ما ننساش نضغط لايك ومتابعة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نادي الزمالك، هل يعقل ان نادي الزمالك القلعة الكبيرة دي تدار من منازلهم؟ يعني نادي الزمالك يا جماعة العظيم ده بيدار من بيت؟ ده يرضي ربنا؟ شفتوها في اي نادي في العالم؟ شفتوها في اي مكان في الدنيا؟ نادي الزمالك العظيم بيدار من بيت؟ يرضي مين؟ يرضي ربنا؟ يعني نادي الزمالك الكيان ده اللي ليه مقر وله اداره وله استاد وله الدنيا بحالها في 100 عقبه، طبعا اقصد الاستاد، استاد التدريب، استاد نادي الزمالك اللي في قلب النادي، وله كل الكيان ده يدار من البيت؟ ما يرضيش ربنا. يعني احنا قاعدين دلوقتي الادارات بتجتمع في انديتها، لكن نادي الزمالك الوحيد على مستوى مش مصر، ده مستوى العالم كله، بيدار من البيت. يعني يرضي ربنا؟ الكلام ده يا جماعه ما يرضيش ربنا. ما ينفعش نادي الزمالك يدار من البيت. اوزوريو مش مقتنع بمحمود علاء. اوزوريو بيقول لك لا انا عايز باك شمال، عايز باك بيلعب برجله الشمال. انما محمود علاء لا ما بيلعبش برجله الشمال. يا عم في ايه؟ ما انت عندك الونش لما يرجع بيلعبها كويس جنب حاتم سكر او فتوح لو لعبته باك شمال، وعندك حسام عبد المجيد بيلعبها برده كويس. قال لك لا انا عايز باك سنتر يلعب برجله الشمال. ايه يا عم اوزوريو؟ وعلى لسان الكابتن ميدو اوزوريو بانه انا مش عارف، يعني مش عارف حاجه ولا ايه، بيقول ان راح لكريستيانو رونالدو قال له انت عارف انت جبت الجون فينا ليه يا كريستيانو؟ قال له عشان انا احسن لاعب في العالم فعلا، وانا كريستيانو، ده انا كريستيانو. قال له لا انت جبت الجون عشان انا ما عنديش سنتر بيلعب سنتر باك بيلعب برجله الشمال. يا نهار اسود، يا نهار اسود، انت بتتكلم بجد يا اوزوريو؟ قال له اه بتكلم بجد، انا ما عنديش باك شمال سنتر باك بيلعب برجله الشمال، فانت عشان كده طلعت اديتها الواد صبحي في الحته الفاضيه. طب يرضي ربنا؟ يعني احنا هنلاقيها من الاداره ولا نلاقيها منين ولا من اوزوريو ولا منين يا جماعه؟ لسه في نادي الزمالك انا عايز مهاجم. معلش يا اوزوريو كمل كده. طب ما الواد سيف الجزيري اللعيب العسل العسول ده قدم شكوى في الفيفا عشان عايز فلوس وممكن يمشي، فما عندناش غير سامسون اكينولا. لا ما سامسون حلو يا عم، سامسون لا سامسون حلو، لا سامسون حلو يا عم، خد سامسون حلو، خد سامسون يا جماعه. انا قلت لكم قبل كده سامسون ده انا ببعته يجيب لي كشري، فما تشوفوا لي حد غير سامسون. هو سامسون ينفع؟ ما هو ما فيش صفقات. طب ال 200 مليون اللي اتاخدوا دول انا عايز اعرف هتسدد بهم ديون؟ طب وبعدين؟ انا مش فاهم والله. نادي الزمالك برضه طارق يحيى بيعتزل العمل في نادي الزمالك على اي مستوى، سواء مستوى بقى اشراف على القطاع العام، سواء في القناه، سواء في مجلس اداره، اعتزل خالص. طارق يحيى ترك نادي الزمالك نهائيا. تقول بقى مش عاجبه الوضع، تقول اضطر، تقول خالف حد ام شاط، ما تعرفش حاجه. يعني طارق يحيى يعني مش نط من المركب، هو مركب ايه؟ ما المركب كده هي لسه هتغرق، ما المركب غرقانه وفي قاع المحيط. امير مرتضى منصور انا مش فاهم يعني ايه مندوب رابطه الانديه، مندوب الزمالك في رابطه الانديه. امشي يا امشي يا امير، تعالى يا امير، روح يا امير، تعالى يا امير. لا انا مش عاوز، طب يلا ماشي، لا مش رايح، لا مش عاوز كده، لا انا مش هقعد، لا انا ماشي، لا انا عملت كتير، لا ايه يا عم امير في ايه؟ هو امير مرتضى لو ما راحش مندوب الزمالك في رابطه الانديه الزمالك هينزل درجه رابعه مثلا؟ ما يروحش يا عم، هو ما فيش الا الزمالك، ما فيش الا مرتضى وابنه، ما فيش الا امير مرتضى منصور. ايه في ايه؟ لا امير يروح مندوب الزمالك في الرابطه، لا انا مش رايح، لا انا عايز اعرف هي الرابطه دي فين؟ الرابطه بتعمل ايه؟ يعني الرابطه دي وظيفتها ايه في الانديه المصريه؟ انا مش فاهم الرابطه بتعمل ايه، واللي يروح في الرابطه هيكون وظيفته ايه ويفيد النادي بتاعه بايه ويفيد الانديه المصريه بايه؟ انا بصراحه مش عارفها، انا مش فاهم. نروح بقى لاخبار النادي الاهلي. محمد شريف خلاص الى الخليج السعودي لمده عامين، والاهلي هياخد 1,800,000 دولار كاش عدا ونقدا على الترابيزه، مش زي مصطفى فتحي لما راح السعوديه نادي التعاون واتبقى للزمالك 400,000 دولار، طلع عينه وقعد يهاتي وراح اشتكى في الفيفا علشان ياخدهم. لا
مليون و800 ألف دولار كاش للنادي الأهلي، لأن شريف كان فاضل له سنة، فشريف خلاص مشي لمدة عامين. النادي الأهلي عمل عقد أو شرط جزائي في عقد شريف إنه لو رجع للأندية المصرية هيدفع شرط جزائي، لو رجع لأحد الأندية المصرية أي نادي مصري غير الأهلي هيدفع شرط جزائي. ناس قالت 185 مليون جنيه وناس قالت 3 مليون دولار ونص لو رجع لنادي تاني. طبعا نادي الزمالك لا حول لي ولا قوة، هيدفع منين مليون دولار أصلا عشان يرجعه؟ فلو كان 185 مليون جنيه كان سهل جدا جدا على نادي بيراميدز اللي أنشئ علشان يعاند النادي الأهلي ويكون ند بند وراس براس للنادي الأهلي، كان هيبقى سهل جدا لو 185 مليون جنيه. إنما 3.5 مليون دولار، تفتكروا شريف ممكن يفسخ عقده ويرجع زي عبد الله السعيد؟ انا بقى بقول لك لا. وليه بقول لا؟ لان شريف المحترم طلع بيان امبارح وقال فيه بكن كل الاحترام للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي، وانا اللي حاطط الشروط في العقد علشان اريح اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. يعني شريف قال لهم حطوا اللي انتوا عايزينه، بند ال 3 مليون ونص دولار دول لو انا رجعت لاي نادي تاني حطوه. فشريف طلع بيان عبقري. شريف بيحترم وبيعشق كل ما ينتمي للنادي الاهلي، فشريف طلع البيان ده، فانا بصراحه مع شريف. فكده خلاص قصه شريف انتهت، ان شريف خلاص مشي، لان شريف قال لك انا هبقى المهاجم الرابع، فمش هينفع، هيبقى عندك مهاجم اجنبي جاي وعندك كهربا وعندك صلاح محسن، فانا فرصتي اصلا عشان العب في النادي الاهلي هتبقى ضعيفه جدا، فانا اللي قعدني يا عم انا امشي باحترام وبادب وخرجت من الباب الكبير. وشريف خرج من الباب الكبير. خبر تاني على لسان كابتن احمد حسام ميدو بيقول لك ان طبيب النادي الاهلي اللي هو ابو الوفا قال لك ان كتب تقرير ان احمد عبد القادر يعني مش عايز اقول حاجه، يعني النفسيه مش مظبوطه بره الملعب وجوه الملعب، وطبيب نفسي. ولما تسمع طبيب نفسي في النادي الاهلي تحزن على نادي الزمالك تحزن. يعني الاهلي ماشي بطبيب نفسي بقاله فتره وبيعامل اللاعبين نفسيا وبدنيا وذهنيا وفنيا واداريا وماليا وعبقريا هنا، انما هنا تخبطيا، مفيش ماليا، فنيا هتقع، هروبيا، جرييا، احترافيا، هروبيا. ف ميدو بيقول لك ان احمد عبد القادر الطبيب النفسي بتاع النادي الاهلي بيقول لك لا ده ما ينفعش، ما يقعدش في النادي الاهلي لانه بره الملعب وجوه الملعب مش مظبوط. فده على عهده ميدو. لكن احمد عبد القادر انا مش فاهم برضو، احمد عبد القادر ده ما بياخدش فرصته في منتخب. احمد عبد القادر انا لو مكان النادي الاهلي والله طلعه يحترف، لازم يطلع اوروبا. احمد عبد القادر لاعب 1 على 1 يا جماعه، ده ممكن يجيب للمدافعين رباط صليبي. احمد عبد القادر لو فايق ومستقر ومتزن كده وفي كامل لياقته وفي كامل تركيزه والله لا يجيب لنص مدافعين الدوري المصري صليبي، لانه بيعدي 1 على 1 بطريقه عبقري خفيف. انا شايف كده في جماهير النادي الاهلي، في جماهير من النادي الاهلي بتقول لك لا، وفي جماهير بتقول لك طبعا. دي بعض اخبار النادي الاهلي. معانا ايه تاني؟ معانا تاني ان طارق حامد خلاص، طارق حامد بيوقع لنادي دنك السعودي. طارق حامد طبعا عشان يجي نادي الزمالك ما اقولكش يا خبر اسود، نادي الزمالك اللي بيدور من منازلهم. طارق حامد وقع لنادي دنك السعودي. طيب وقع له موسم قابل للتجديد، يعني موسم وموسم قابل للتجديد. طارق حامد يا جماعه تختلف تتفق، لاعب قوي، لاعب مش قوي، لاعب مؤذي، لاعب مش مؤذي. طارق حامد يبقى طارق حامد يبقى طارق حامد. فاحنا بنتمنى التوفيق لطارق حامد. القندوسي وعمار حمدي خلاص، يعني هو خلاص راح سيراميكا على سبيل الاعاره، واحتمال محمد شكري يجي يرجع تاني للنادي الاهلي، احتمال مقابل عمار حمدي، مقابل اعاره، يعني مخلصوا قصاد بعض. لكن القندوسي عمالين ندوس يقنعوا فيه انه يروح سيراميكا عشان المهاجم الاجنبي، وبعد ما شريف مشي كده لازم تخلص. فهل القندوسي مثلا بيضغط وعارف ان هو عامل مشكله في النادي الاهلي، وعارف ان هو لما بيماطل او قاعد عامل مشكله في النادي الاهلي؟ ممكن والله اعلم. كابتن مصر محمد صلاح كله بيتكلم انه يا جماعه احنا ثقافتنا احنا هنا غير الثقافه بره، يعني ثقافتك هنا غير الثقافه بره.
محمد صلاح قال لك ان هو لا، ده يورجن كلوب شخط فيه وقال له مش انتوا فاكرين نفسكم في نادي حكشه ومش عارف ايه وشخط، ومحمد صلاح ما الكلام ده حصل كتير قبل كده، حصل كده قبل كده. فمحمد صلاح قال خلاص هيروح الدوري السعودي مقابل المليار دولار اللي اتكلمنا عليه امبارح مقابل في 4 سنين. فيا جماعه الكلام ده كلام كله ملوش لازمه، والكلام كله هاري على الفاضي، والكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. فبناء على ايه الناس بتتكلم؟ هي اشاعات وخلاص، زي اشاعه كولر امبارح ان هو عايز يجدد بشروط، ان يعمل شرط جزائي وقت ما يمشي. ونفس الكلام قالوا شريف كان عايز يجدد بشروط. طب ما هو شريف مشي اهو، وكولر قاعد اهو وبيظبط الدنيا وعمال يوزن في اللعيبه ويعمل. ففي يا جماعه اشاعات كده بتطلع مالهاش 30 لازمه. في نهايه الفيديو لو ما ضغطتش لايك هزعل منك، ولو ما اشتركتش معايا في القناه هزعل منك، لانك لازم تشجعنا وتقف معانا لحد ما نكبر بيكو وليكو. ما تنساش اللايك، سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديو جديد. سلام عليكم.